أهلا بيكم في موتور بالعقل. النهاردة معانا عربية كتير من الناس كانوا مستنيينها، الجيل الجديد من هيونداي فيرنا 2026. العربية اللي بتجمع بين التصميم العصري والأداء العملي، واللي راجعة تنافس بقوة في فئة السيدان الاقتصادية. فخلينا نعرف سوا ايه اللي اتغير فيها، المميزات، العيوب، ورأيي بصراحة ومن غير تجميل. بس قبل ما نبدأ ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة علشان توصلك أحدث مراجعاتنا أول بأول. بص يا سيدي، أول ما تشوف فيرنا 2026 هتحس إن هيونداي قلبت الصفحة القديمة تماما. شكل جديد، مقدمة هجومية جدا، شبكة أمامية ضخمة، وخطوط LED ممتدة من جنب لجنب، كأنك شايف عربية مستقبلية أكتر من إنها سيدان اقتصادية. من الجنب الخطوط الديناميكية بتديها شكل رياضي، والخلفية فيها لمسات حديثة جدا، خصوصا الإضاءة الخلفية اللي ماشية بعرض الشنطة بالكامل. العربية واخدة طابع شبابي وأنيق في نفس الوقت، ومناسبة جدا للشباب أو العائلات الصغيرة اللي عايزين عربية شكلها حديث وتديهم هيبة في الشارع. نخش جوه العربية وهنا هتحس بالفرق فورا. هيونداي اشتغلت جامد على الجودة والتصميم الداخلي. الخامات بقت أفضل، توزيع الأزرار بسيط وواضح، والشاشة الوسطية بقت كبيرة وواضحة جدا. في الفئة الأعلى عندك شاشة 8 بوصة وعدادات ديجيتال حديثة وتكييف أوتوماتيك منفصل للسائق والراكب. المساحات الخلفية اتحسنت، وده يخليها مريحة حتى لو راكب وراك شخص طويل. الخامات في الباب والتابلو مش فخمة قوي، بس مقبولة جدا على فئة السعر. والعزل الصوتي أحسن من الجيل القديم بفرق واضح، خصوصا في السرعات المتوسطة. تعالوا بقى المهم، الأداء. هيونداي فيرنا 2026 بتنزل بمحرك 1500 سي سي 4 سلندر بقوة حوالي 115 حصان وعزم 144 نيوتن، وفئة تانية تربو بتوصل قوتها لحد 160 حصان وعزم 253 نيوتن. يعني عندك اختيارين، واحد للناس اللي عايزة عربية هادية واقتصادية، والتاني للناس اللي بتحب تحس بالقوة والعزم في الطريق. ناقل الحركة CVT في النسخة العادية ناعم وسلس جدا في الزحمة، والتربو بيجي مع ناقل اوتوماتيك DCT 7 سرعات سريع جدا. العربية ثابتة على السرعات والتوجيه فيها دقيق، لكن التعليق مايل للراحة أكتر من الرياضة. واستهلاك البنزين في المتوسط حوالي 6 لتر لكل 100 كيلومتر، وده رقم ممتاز في فئتها. هيونداي حطت تجهيزات محترمة جدا في العربية دي، شاشة لمس حديثة، بلوتوث وأبل كار بلاي وأندرويد أوتو، كاميرا خلفية وحساسات ركن دخول وتشغيل بدون مفتاح، تحكم من عجلة القيادة، فتحة سقف في الفئة الأعلى، مرايات قابلة للطي كهربائيا، وفي بعض الفئات فيها تكييف خلفي ومثبت سرعة كمان. أما عن الأمان فالعربية بتيجي بيه نظام فرامل ABS، توزيع إلكتروني للفرامل EBD، 6 وسائد هوائية في الفئة الأعلى، ونظام الثبات الإلكتروني ESP. يعني أمانها ممتاز بالنسبة لفئتها السعرية. بس طبعا مفيش عربية كاملة 100%. أول حاجة، الخامات في النسخ الأقل مش الأفضل، بلاستيك كتير. تاني حاجة، العربية قريبة شوية من الأرض، فممكن تحك على المطبات العالية لو حملتها زيادة. كمان الفئة التربو أغلى من المنافسين بشوية، وده ممكن يخلي بعض الناس تفكر في بدائل. وبرضه قطع الغيار لسه محتاجة وقت عشان تبقى متوفرة بشكل كبير للجيل الجديد. هيونداي فيرنا 2026 تعتبر واحدة من أكتر العربيات اللي رجعت بقوة بعد تطوير حقيقي. العربية دي مناسبة جدا للشباب أو الأسر الصغيرة اللي عايزين عربية شكلها جذاب، تكنولوجيا حديثة، واستهلاك بنزين قليل. بس لو بتدور على فخامة أكتر أو أداء رياضي قوي، الفئة التربو هتكون اختيارك المثالي. وبكده نكون وصلنا لنهاية مراجعتنا عن هيونداي فيرنا 2026. قولوا لي رأيكم في الكومنتات، هل شايفين التحديث ده كفاية عشان ترجع فيرنا تسيطر تاني على الفئة دي؟ ولو عجبك الفيديو دوس لايك واشترك في القناة وفعل الجرس علشان ما تفوتش أي مراجعة جديدة من موتور بالعقل. وما تنساش دايما ما توقفش بنزين.